علي الذي مدحه الله في القرآن، علي الذي مدحه الله في الكتب السماوية، علي الذي مدحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل يمكننا أن نذكر فضائله؟ ومن نحن لنذكر فضائل علي عليه السلام؟ أنا لا أريد أن أذكر فضائل علي، أريد أن أتحدث عن أنفسنا نحن باعتبارنا محبي أمير المؤمنين سلمان المحمدي، الذي سمعتم عنه كثيرا، سلمان الذي كان يعلم علم المنايا والبلايا، سلمان الذي قال فيه الإمام الصادق سلمان أفضل من لقمان، سلمان الذي كان يعلم الغيب، سلمان الذي كان يعرف اسم الله الأعظم، سلمان العظيم الذي أصبح من أعظم البشر. سلمان كيف وصل إلى هذه المرحلة؟ يقول ابن عباس: رأيت سلمان في عالم الرؤيا فسألته ما أفضل الأشياء في الجنة، فأجابني بكلمة قائلا: ليس في الجنة شيء أفضل من حب علي بن أبي طالب واتباعه.